غتهزموا المنتخب المغربي، غتهزمونا وطبختوا لنا الراس. في التالي انتم خارج البطوله، اداء ونتيجه. المنتخب المغربي تبارك الله اليوم قدم واحد المقابله ديال تيكي تاك، داكشي ديال زرب لي المنتخب السوري ما بقاو فهموا مساكن في الكره والو، رغم ان داك الهدف تعطل، وان المنتخب المغربي كان مسيطر على المقابله من الديبار. يعني تبارك الله عليهم. اليوم المنتخب المغربي كيوري الحجم الحقيقي للمنتخب السوري. يعني باقي لكم سنين ضوئيه باش توصلوا للمنتخب المغربي. يعني اليوم شفنا ضعف المنتخب السوري. برافو المنتخب المغربي، والله الا برافو، وليتو حارين. يعني وليتو كتسكتوا ليا بنادم صاحبي، ما بقيناش ديك الهضره بزاف، ما بقيناش كنكثروها بزاف، يعني كنعرفوا البالون. برافو المنتخب المغربي، والله الا فرحتونا كشعب مغربي الصراحه. فرحنا اليوم انا بعدا فرحت ملي انتصروا على المنتخب السوري. يلا سوريين خارج البطوله، باي باي. ركبتوا الطياره ولا مازال؟ وريهم لي شي واحد يصيفط لي فيديو التصويرات ديالهم الا ركبوا، الا شدوا الطريق لسوريا. برافو المنتخب المغربي، والله الا فرحتونا. مقابله، اللي شافها راه تفرج في كره، اللي شاف المقابلات اليوم راه تفرج في كره، اللي ما شافهاش اختو تسمحوا لي يمشي يعاود الماتش، يمشي يعاود يتفرج في الماتش. الصراحه الدراري تبارك الله عليهم اليوم قدموا مقابله زوينه. كانوا المنتخب السوري باغي بيلانتيات، بصراحه كانوا لاعبين على البيلانتيات، لان الصراحه عندهم حارس واعر، عندهم حارس تصدى بزاف ديال الركلات، يعني بزاف ديال الاهداف كانوا غيدخلوا في شباك المنتخب السوري، واني بسبب ذاك الحارس تبارك الله عليه. كان عندهم حارس زوين، كانوا معتمدين عليه، كانوا باغيين يوصلوا للبيلانتيات. واني الحمد لله طريق السكيتيوي فهم القالب، يعني فهمها، دفع بثلاثه ديال التغييرات، جابوا الهدف الحمد لله. برافو، والله الا فرحتونا، سيروا كيف فرحتونا. كنتمنوا من ربي يفرحكم. يلا جوارينا، كنتسناوكم غدا ان شاء الله حتى نتوما كونوا حاضرين معانا. المهم واحد فينا يبقى في لافينال، هادشي هو.